أحسن حاجة في منتجات العناية بالبشرة وتفتيح البشرة الدهنية استعمال كريم تفتيح البشرة من مكونات طبيعية انت تعمليها ببساطة في البيت. وهنعمل مع بعض كريم تفتيح البشرة الدهنية. يلا نبدأ مع بعض. هنستعمل أول حاجة في عمل كريم التفتيح النشا، عشان النشا مفيد في تفتيح البشرة. وهنستعمل بودرة تلك الأطفال عشان مفيدة في زيادة تفتيح البشرة وتقليل التهابات البشرة، وكمان بتساعد في علاج مشاكل البشرة. وهنستعمل الليمون عشان مليان بفيتامين سي فبيساعد على تفتيح البشرة. وهنستعمل كمان عسل أبيض عشان العسل الأبيض مفيد في ترطيب البشرة وتفتيح البشرة. يلا هنجيب مع بعض معلقتين نشا، بسم الله، ونضيف عليهم معلقة بودرة تلك الأطفال، بسم الله، ونضيف عليهم عصير ليمونة، بسم الله، ونضيف عليهم ربع كوباية مية، بسم الله، ونقلب الكريم كويس. وبعد كده نحطه على نار هادية ونقلب الكريم كويس لحد لما يبقى الملمس بتاعه تقيل. وده شكل كريم التفتيح وبقى الملمس بتاعه تقيل. هنسيبه يبرد شوية وارجع لكم تاني. وده شكل كريم التفتيح لما برد. هنضيف عليه معلقة عسل أبيض، بسم الله، ونقلب كريم التفتيح كويس. وبكده بقى كريم تفتيح البشرة جاهز ان احنا نحطه على البشرة، ندهن بيه البشرة واحنا بنعمل مساج، بسم الله. ونحط كريم التفتيح ده في اي علبة كريم قديمة عندنا ونستعمله في خلال اسبوع. وهنسيبه شوية لحد ما ينشف وارجع لكم تاني. وده شكل كريم التفتيح لما نشف. هشطفه بمية دافية وارجع لكم تاني. وده شكل البشرة الأخير، وندهن أي كريم مرطب بعدها. وبكده يبقى احنا عرفنا مع بعض طريقة بسيطة لعمل كريم تفتيح البشرة الدهنية بإذن الله.